ثم تنهد علاء وقال إنه أي تصرف بقى بيعمله على طول بيتفهم غلط. يمسك الموبايل ميرفت تشك فيه، يخرج أكيد بيقابل حد هي مش عايزاه يقابله، يعمل أي تصرف بيتفهم غلط، يجي يتكلم سوء ظن، يسكت هو ما بقاش بيحبها، فزهق. هيعمل إيه؟ تفتكر هيعمل إيه؟ طبيعي طبعا ان هو يزهق، لان دي علاقه مش سويه خالص، بالعكس ده سجن، وفي نفس الوقت برضو العلاقه متوتره ومش طبيعي ان العلاقه تكون متوتره. الطبيعي ان الاتنين دول يكون في ما بينهم وضوح وانسجام، وعارفين يتكلموا، وعارفين يصدقوا بعض، وعارفين ما يشكوش في بعض طول الوقت. فده مش طبيعي. ده بنسميه ايه؟ هو الحقيقه ان احنا عندنا شقين، حاجه صعبه شويه وده هنتكلم عليها، وحاجه يعني شائعه شوية برضو وهنتكلم عليها. الاحتمال الصعب شوية حاجة اسمها الاضطراب الوهمي، ولكن في العلاقات، مش الاضطراب الوهمي في المجمل، ودي حاجة اسمها delusional disorder. المشكلة ان الاضطراب الوهمي في العلاقات ده بيبقى صعب جدا، لان هو ما بينتهيش. هو مهما تجيب دليل لشريك حياتك هو مش مصدق، هو عنده اعتقادات خاطئة عن شريك حياته وعن العلاقة ما بتتغيرش خالص، مهما يقول التاني ومهما يبرر ومهما يجيب أدلة، لا أنا مش هصدق ده. فبالتالي ممكن نقول على الموضوع ده ان الشخصيه دي بتجذب الكذبه وبتصدقها. زي ايه بقى الموضوع ده؟ اولا زي وهم الخيانه، ان الست في العلاقه تفضل طول الوقت شاكه ان جوزها بيخونها. طب هل في دليل؟ لا مفيش دليل. طب هي شافته بعينيها؟ لا ما شافتوش بعينيها. طب هل هي قفشت حاجه على الموبايل؟ لا ما قفشتش حاجه على الموبايل خالص، بل بالعكس ان هي بتفضل تدور وراه، واي حاجه بتحصل في الموبايل بتعتبرها خيانه. اي مسج اتمسحت اكيد كان فيها حاجه غلط، اي حد بعت له وقام رد بعيد مثلا عشان الشبكه بايظه، لا ده اكيد بيخوني وهو مش عايزني اسمع. فده وهم الخيانه. في حاجه تانية بس مش شرط خالص تبقى بين الزوجين، اسمها وهم الحب. احيانا ازاي ده بيحصل؟ يحصل لما واحده مثلا، وممكن برضو يحصل مع راجل عشان بس نبقى منصفين، انه واحده تكون معجبه بواحد وتعتقد ان هو بيبادلها الحب وهو مش عارف ان هي عايشه. فالفكره انه بيكتب اي بوست، ده بيحبني، ده يقصدني، ده عمل لي لايك، ده عمل لي اد، ده عمل لي فولو، فاكيد ده بيحبني او معجب بيا. فطبعا اسمه وهم الحب، لانه هو ما قالش اي حاجه بتدل ان هو بيحبها او معجب بيها او ايا كان. وزي ايه كمان؟ زي وهم الاضطهاد في العلاقه، فكره ان الزوج او الزوجه يعتقدوا ان الطرف الثاني بيضطهدهم، هو عايز يحرجني، هو عايز يضايقني، هو رغبته ان انا مبقاش مرتاحه. مش شرط خالص ان ده يكون صحيح اصلا، وبرضه ممكن ما يبقاش في دليل خالص على ده. فبالتالي الموضوع هنا بيبقى مش بس سجن، الفكره انك طول الوقت بتبقى في موضع اتهام، وطول الوقت عايز تثبت حاجه انت مش عارف تثبتها ازاي، لانه حتى لما بتجيب اثبات انت ما بتصدقش. طيب ايه الفرق بقى بين الاضطراب الوهمي ده والشك اللي موجود عادي؟ الفرق بسيط جدا، زي ما قلت من شويه، الاضطراب الوهمي ملوش حاجه بتحله، يعني جبت دليل؟ لا. كلمت؟ لا. وريتك؟ لا. مفيش الكلام ده خالص. لكن الشك بيروح ويجي. الفكرة ان الاضطراب الوهمي برضو مستمر وقوي جدا، وهي قناعة كأنها يعني كأن الشخصية صاحبة الاضطراب الوهمي ده مولودة بيها، فللأسف ما بيتغيرش. لكن الشك زي ما قلنا بيروح ويجي، وممكن يخلص بأدلة. يعني مثلا واحدة شكت في جوزها ان هو بيخونها، خلاص جاب لها الدليل او اثبت لها ان هو مثلا كان مع اصحابه ايا كان، بس بحقه حقيقي، فخلاص الموضوع هيبقى خلص يعني. لكن هنا الاضطراب زي ما قلنا ثابت ومستمر وقوي جدا. وطبعا في الحالتين سواء اضطراب وهمي او شك فهو طبعا كابوس وحاجه مش طبيعيه ابدا. وزي ما قلنا دي ما بتبقاش علاقه سويه، خاصه لو الشك طول الوقت متكرر. في ناس اصلا اوريدي بتبقى هي شكاكه، هي طول الوقت شايفه ان في حاجه غلط بتحصل من وراها او ايا كان. ففي الحاله اللي زي دي ايه الحل؟ الحل اولا بيبدا بالوعي، انه احنا نعترف ان في مشكله، وبعد ما نعترف ان في مشكله نحلها بقى، سواء هنشوف مختص، سواء هنشوف اصلا المشكله دي نابعه من فين او ايا كان. لو المشكله واصله لا قدر الله لموضوع الاضطراب الوهمي ده، ففي الحاله اللي زي دي احنا لازم نشوف مختص، لان هي حاجه ممكن تبقى صعبه شويه او عميقه شويه. ولكن طبعا مش بالضروره خالص ان اي حاجه بتحصل شبه كده تبقى اضطراب وهمي، لا هو ممكن يبقى حاجات تانية كتير. زي ما قلنا في الاول ان هي ممكن تبقى حاجه من اتنين. الحاجه التانية ان هي عده اسباب. زي ايه؟ زي ان ميرفت تبقى اصلا عندها عدم احساس بالامان، فكره الانسكيورتي، فهي هنا عندها مشكله ممكن تبقى جايه من صغرها، او ممكن اصلا تبقى بسبب اي علاقه تانية او بسبب مشاكل تانية كتير، ودي سهل ان شاء الله حلها. والحاجه التانية ان هو ممكن يبقى نسبه من التعلق القلق مع فكره الشك زي ما قلنا من شويه، لانه زي ما قلنا انه الشك شبه الاضطراب الوهمي، بس ده ممكن يبقى موجود وده ممكن يبقى موجود، ممكن الاثنين يبقوا موجودين مع بعض، ودي طبعا مصيبه سوداء. ممكن كذلك يكون تراست ايشوز بسبب علاقات سابقه قبل كده، او بسبب ان الشخصيه دي مرت بتجارب معينه، مش لازم تبقى علاقه
علاقه عاطفيه، فده خلاها تبقى عندها تراست ايشوز، فبالتالي اي حاجه بتشك فيها، او قله ثقه في العلاقه نفسها، او قله ثقه في الشخص اللي معاها في علاقه، او قله ثقه في نفسها اصلا. وفوق كل ده فكره ان ما يكونش اصلا في وضوح في العلاقه، ودي على فكره لب الموضوع. يعني سواء في شك، سواء في قلق، سواء في فكره الانسكيورتي، سواء في ايا كان من الحاجات دي كلها، فالوضوح في العلاقه بيكسر كل الحاجات دي. فعامه اصلا لو العلاقه قائمه على الوضوح من البدايه، في الغالب المشاكل دي كلها مش تبقى موجودة، خاصة لو الموضوع بعيد شوية عن الاضطراب الوهمي. يعني لو الموضوع ليه علاقة بالشك أكتر، ليه علاقة زي ما قلنا بالانسكيورتي، ليه علاقة بفكرة التراست ايشوز، الحاجات دي كلها لو في وضوح في الغالب هيبقى فيه اطمئنان اكتر، وهيبقى فيه امان اكتر، ومش هيبقى فيه شك. لان انا لو عايزه اسال شريك حياتي عن حاجه مش هخاف ان انا اساله، لو هو عايز يحكي لي حاجه مش هيخاف ان هو يحكي لي، ومش هيبقى متشكك ان انا هصدقه او لا. فالوضوح هو لب الموضوع، انه احنا اصلا من الاول نبقى واضحين من الاول خالص، ولو ما كناش من الاول واضحين فاحنا بنعمل ده علشان ده اللي هينقذ العلاقه، وفي نفس الوقت هو ده اللي بيبني الثقه اللي ما بيننا. فبالتالي مش هنبقى مضطرين خالص نشك في بعض، او ان احنا نحس بعدم الامان، او ان احنا نحس ان في حاجه غلط بتحصل من ورا ظهرنا. ولو حسينا ده ساعتها هيبقى عندنا مساحه ان احنا نقدر نتكلم ونعبر عن انفسنا وعن الحاجه اللي مضايقانا، وبالتالي لما يتقدم لنا دليل هنصدقه، لان احنا اوريدي ما عندناش حاجه تخلينا ما نصدقوش. والسؤال هنا، عمرك اتعاملت مع شخصيه زي دي قبل كده؟ ولو قول لنا اتعاملت معاها ازاي. ولو عايز تعرف اكتر عن العلاقات ما تنساش تعمل لنا فولو، وافتكر ان انا هنا عشان بنورك وبس.